بسم الله الرحمن الرحيم. النبات عشان يدفع للتزهير بالطريقة اللي احنا شايفينها لازم الاهتمام في التغذية يا جماعة. الاهتمام في التغذية هو اللي بيخلي النبات عندك يظهر بالصورة دي. الاهتمام في التغذية لازم مستديمة باستمرار بالعشر عناصر اللي ذكرناهم اهو. خلاص كل العناصر دي في صورة صحيحة لازم تكون عندي باستمرار عشان احافظ على التزهير الجميل ده. خلاص النبات يكون واخد احتياجه في التغذية مسبقا، ده حاجة مهمة جدا جدا ان النبات يكون واخد احتياجه في التغذية مسبقا. يعني لو انا عندي تزهير بالطريقة دي، تزهير نوعين، اما تزهير نتيجة اكل كويس تغذية كويسة وده هيثبت عندك ان شاء الله وتلاقي الشجرة تطرح كأنها شجرة في مزرعة، او تزهير نتيجة برجلة في النبات، نتيجة النبات هزيل انت ما بتدوش احتياجه كويس فيروح دافع للتزهير حبا في البقاء عايز يعيش، وتلاقي التزهير للأسف كله حصل له تساقط. عشان الناس اللي بيحصل عندها تزهير وهي ما بتهتمش بالتسميد ويرجع يقول لك التزهير سقط. التزهير بيسقط نتيجة ان النبات مفيش مخزون غذائي يديه للجنين ده. النبات الأم ده الشجرة الأم لازم يكون فيها كمية أكل كويسة خزناها من الصيف والخريف اللي فات، عشان لما النبات يدخل في الربيع يقدر النبات يطلع الأكل المتخزن جواه ده يديه لكل التزهير اللي انت شايفه ده اهو. خلاص والتزهير ده يحصل ليه عقد وإخصاب ويبقى التزهير ده في الآخر حب اللي انت بتشوفه في الآخر يبقى برتقاناية أو تفاحية أو خوخاية وهكذا. جميل؟ يبقى عشان الشجر النبات يظهر عندي كويس لازم استدامة في التغذية مسبقا، النبات يكون واخد احتياجه مسبقا قبل ما ندخل مرحلة التزهير. استدامة في التغذية، توازن في العناصر، يعني يكون نبات بياخد تغذية متكاملة من العشر عناصر اللي ذكرناها، يكون عناصر جيدة ذات جودة عالية. نبعد للأسف طبعا الغش التجاري النهاردة انتشر كتير في الأسمدة، أصبح فيه منتجات كتيرة جدا للأسف رديئة. حفاظك على التغذية باستدامة هيديك نبات قوي وصحي وظهر عندك كويس، والظهر يثبت لأن النبات أصبح فيه مخزون غذائي يقدر يفي احتياج فترة التلقيح والإخصاب ثم فترة العقد لغاية ما تبقى حباية كويسة. الحاجة اللي عايز ألفت نظر الجميع ليها خاصة في الموالح أو في البرتقال، دايما بتلاقي الورق في البرتقال، الورق الحديث، الورق سواء القديم او الحديث، بس هو الاصابه بتبقى في الحديث، والورقه الحديثه دي بيطلع ورق غيرها، فالورقه الصغيره دي بتبقى خلاص اصبحت كبيره. فانت بتشوف دايما اصابه حاجه اسمها دوده انفاق الموالح، بتلاقي الورق ده كله ملفوف كده حوالين بعضه والورقه مخرشفه كده وحالتها صعبه يعني. تمام، ممكن نوريكم اصابه قديمه بدوده انفاق الموالح. ازاي نحمي النبات من الإصابة بدودة أنفاق الموالح؟ دايما الدودة دي بتصيب الأوراق الحديثة، هي فراشة صغيرة قد الناموسة، بتيجي بالليل نشاطها ليلي، بتحط البيضة بتاعتها بتلزقها بمادة لزجة، بمادة غروية، بتحط البيضة أسفل الورقة، البيضة تفقس تبقى دودة، الدودة دي تقعد راحة جاية في الورقة راحة جاية في الورقة، بتتسلى على الورقة، بتعمل تهتك لنسيج الورقة، عشان كده سموها دودة أنفاق الموالح عشان بتعمل نفق، بتلاقيها كده راحة جاية راحة جاية وهكذا. بعد كده بتوصل لمرحلة الشرنقة حورية وعذراء وتلاقيها نزلت وقعت في الأرض تكمل دورة حياتها وترجع تاني تبقى أم فراشة وتتجوز وتيجي تاني وهكذا، وتقعد تصيب لك في الأوراق الحديثة وتلاقي النبات كله اتدمر. الورق ده هو المسؤول عن عملية التمثيل الضوئي، هو مسؤول عن بناء الكلوروفيل، فده لازم نهتم بيه. نهتم بيه لازم يكون عندي برنامج رش حشري باستدامة برضو مع تغيير المادة الفعالة، ده حاجة مهمة جدا. المادة الفعالة لازم تتغير يا جماعة، لازم نغير المادة الفعالة في الرش باستمرار، لازم نغير المادة الفعالة باستمرار. يكون عندي على الأقل 2-3 مبيد حشرة أغير ما بينهم، ولو 4 يبقى زي الفل، ولو 5 يبقى زي الفل. ولكن لو أنا عندي جنينة محدودة في عدد أشجار محدود، 2-3 يبقى كويس جدا طالما ما عنديش نباتات زينة. جميل. احنا عندنا هنا إصابة إصابة من الزهرة دي اللي انتوا شايفينه الأسود الصغير ده اهو كده، الاسود الصغير خالص ده حشرة المن. طب لو انا عندي اصابة في وقت التزهير والاصابة دي اصبحت شديدة، يعني النبات اصبح فيه اصابة حشرية شديدة واحنا بنقول ممنوع رش حشري وقت التزهير، ايه الحل؟
الحل ان انا المبيدات الحشريه الجهازيه نحطها تحت، يعني المبيد نحطه تحت النبات هيمتص عن طريق الساق وهيطلع، هيمتص هيدخل في عصارة النبات، فتيجي الحشرة الصاغبة المصة دي، هي راحت فين اهي، اهي تيجي الإصابة دي، ده حشرات صاغبة مصة هتمص العصارة بتاعة النبات فهتموت. إنما ممنوع إن أنا أرش حشري كده مباشرة على الورق ويكون عندي تزهير بالطريقة دي، وخاصة لما يكون عندي تزهير وعقد بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. الزهرة اهي خلاص أصبحت في مرحلة العقد اهي، دي حصل لها عقد بالفعل اهي. خلاص نهتم بالتغذية يا جماعة، نهتم بالتغذية، هي حائط الصد الأول اللي بيخلي عندك نبات قوي وزي الفل.